كل واحد فينا بتجيله لحظة بيبقى عايز يبقى حاجة أو يحقق مكانة معينة أو يبقى ناجح زي فلان أو علان أو الكلام ده كله، ولكن اللحظة دي لما بتمر بننساها، وكل ما يعدي يوم بننسى الحاجات دي. ليه؟ روتينك اليومي ده بينسيك الحاجة اللي انت كنت بتحلم بيها. طب انا ازاي احقق حلمي؟ تحقق حلمك عن طريق ان كل يوم تطور في نفسك، بانك تصحي الوحش اللي جواك اللي مش هيتحرك الا لو انت استمريت. فانت السر الاساسي في انك تنجح هو انك تستمر في انك تتطور لحد لما توصل للمرحلة اللي انت او الحلم اللي انت عايز توصل له. طيب هل الاستمرارية لوحدها كفاية؟ لا، الاستمرارية دي عايزة منك انك متبقاش منعزل، لازم تتحرك خارج مجالك، انك تاخد خطوة لقدام، انك تعمل 3 حاجات مهمين جدا عشان توصل لحلمك ده. انت مجرد ما هتكتب حلمك اللي انت عايز توصل له، لازم تحط في بالك انك 1 ترفع مقاييسك، بمعنى انك اذا تمنيت حلم لازم تمشي فوق تصوراتك وما تقبلش باقل منها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا متعود على حاجة معينة، لا انا عايز اعود نفسي على حاجة اعلى من كده، بحيث ان انا اوصل للطريق بتاعي، ما بقاش قليل او ابقاش ماشي في مستوى قليل واطمح ان انا اوصل لمستوى عالي. لا، انا اعلي على نفسي عشان اقدر اوصل للحاجة اللي انا عايزها. تاني حاجة، لازم تبدل قناعاتك. دماغك دي مليانة قناعات مش هتوصلك للي انت عايزه، لازم تغيرها. مجرد ما هتغير قناعاتك دي، مجرد ما هتبقى الدافع ليك انك تكمل في طريقك او انك تروح في الاتجاه اللي يحقق لك حلمك. قناعاتك دي هي اللي بتديك الثقة ان انت تروح، انك تكمل، انك تكتشف طرق تقدر تكمل بيها في طريقك. تمام. تالت حاجة، لازم تبدل استراتيجياتك في تنفيذ الخطة بتاعتك. انت رايح في اتجاه معين وهتحقق حلمك، لازم ما يعني الحاجة اللي انت كنت بتعملها زمان قبل كده ما ينفعش تعملها كده على طول. لازم تشوف ناس ازاي يعني ناجحة. الناس الناجحة دي او اللي انت عايز تبقى زيهم، ليهم طريقة في ان هم يوصلوا للموضوع بتاعهم او يوصلوا للحلم بتاعهم. ليه ما تستفدش منهم وتتابعهم؟ بل انت لما انت تتابعهم وتشوف طريقتهم انت ممكن تعلي عليهم. يعني ما تعبش اختراع العجلة كده كده اخترعت. احنا عايزين اللي يعلي، احنا عايزين اللي يبدع. فانت لازم تبدل استراتيجياتك في تنفيذ الخطوات اللي تحقق لك حلمك. ال3 حاجات دول اللي احنا قلناهم دلوقتي، ان انت لازم ترفع مستوياتك، مقاييسك اللي بتقيس بيها الامور، لازم ترفع من توقعاتك لنفسك بانك ما ترضاش باقل من اللي انت بتحلم بيه. مثلا انت بتصحى كل يوم متاخر، لا تحط لنفسك انك لازم اصحى النهارده الساعه 5 وتمشي كل يوم انك ما تقلش عن كده. لازم اصحى 5، ما تيجي تصحى في يوم هتلاقي نفسك بتصحى 10، هتلاقي نفسك بتصحى 9. لا، انا عايز اصحى بدري شويه. شوف انت بتغير مقاييسك ازاي. وتاني حاجة زي ما احنا قلنا، بتبدل قناعاتك، وقناعاتك دي ما بتتبدلش الا لو انت اتأثرت عاطفيا. تبدأ بقى انك بتغير قناعاتك فعلا، لان هي تبقى الدافع ليك. وتالت حاجة طبعا بتبدل استراتيجياتك في تنفيذ الطريقة اللي توصلك لحلمك. لمزيد من الفيديوهات تابعني واعمل فولو ولايك وشير عشان يبقى فيك جديد كل يوم.